السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، النهاردة جاي أكمل لك بارت 2 عن قاعدة اف اللي شرحت لك جزء منها امبارح، والنهاردة جاي أكملها لك بارت 2، بس قلت برضه راجع لك الجزء امبارح عشان هو مرتبط بالجزء الخاص ببارت 2 النهاردة، وهو تعال أفكرك ببارت 1 واف 0 لما قلنا اكتشافات وحقائق وعادات. مضارع بسيط مضارع بسيط، وقلنا امبارح ايه هو تكوين المضارع البسيط. قلنا بنستخدمها مع الحقائق والاختراعات والاكتشافات والابتكارات والعادات في المضارع. قلنا اف تايب 1 مضارع بسيط، والجزء الثاني من الجمله لو عندي فاعل يا اما اختار ويل، يا اما اختار وونت، يا اما اختار مي، يا اما اختار كان زائد المصدر. لو بدون فاعل بختار فعل امر، وزي ما قلت لك فعل امر لو فعل امر مثبت هيبقى في المصدر، لو فعل امر منفي هيبقى دونت بلس الانفينيتيف. كنا بنستخدمها للفعل ورد الفعل، اشياء محتمله الوقوع في المستقبل. تعال نشوف قاعده اف تايب 2، هي الماضي البسيط التصريف الثاني للفعل باضافه الدي والاي دي والاي اي دي، والتصريف الثاني من الافعال الirregular، والجزء الثاني وود والمصدر، التمني والاراده في الماضي. تعال نشوف اف تايب 3، الجزء الاولاني منها ماضي تام، والجزء الثاني منها وود هاف والبيبي. وافكرك تاني بالماضي التام اللي هو هاد بلس البي بي. ده كده الجزء اللي كنا شرحناه بسرعه امبارح في عجاله. تعال نشوف بقى حذف اف. متى يتم حذف اف؟ او هي البديل لما بحذف اف بحط ايه مكانها؟ انا بحذف اف تايب 1 واحط مكانها شود بلس الفاعل بلس المصدر. يعني على سبيل المثال شود علي بلاي، والجزء الثاني من الجمله زي ما هو، ادي شود وادي الفاعل وادي الفعل في المصدر. بحذف اف تايب 2 واحط مكانها وير بلس الفاعل بلس 2 بلس المصدر، او وير بلس الفاعل بلس اسم او صفه، او شود زائد الفاعل زائد المصدر. يبقى الجزء الثاني من الجمله وود والمصدر زي ما هو. يعني على سبيل المثال اقول وير علي تو درينك، والجزء الثاني زي ما هو، او اقول وير احمد بريف، والجزء الثاني زي ما هو. يبقى يا اما وير والفاعل تو المصدر، يا اما وير والفاعل اسم او صفه. تعال نشوف اف تايب 3، وهي هاد والفعل والبيبي والجزء الثاني زي ما هو. يبقى هاد يوسف بلايد، والجزء الثاني وود هاف بلس الفي بي. يبقى دي حذف اف. بشيل اف تايب 1 واحط مكانها شود والفعل والمصدر. بشيل اف تايب 2 وير والفعل تو المصدر، او وير والفعل واسم او صفه، او شود والفاعل والمصدر. بشيل اف تايب 3 واحط مكانها هاد والفعل والبي بي. ده اسمها حذف اف. تعال نشوف بدائل اف. ما هي معنى كلمه بديل؟ بديل اللي انا بشيل اف واحط مكانها البديل بدون تغيير لا في زمن ولا في تركيبه. يبقى البديل غير الحذف. الحذف انا بغير في التركيبه، انما البديل بيفضل الزمن زي ما هو، بيفضل كل حاجه في الجمله زي ما هي. يعني اف بتساوي از لونج از، بتساوي بروفايدد ذات، بتساوي ان كيس، بتساوي الايفن. في طبعا بروفايدنج وفي سبوزنج وفي حاجات تانية كتير اون كونديشن ذات. دي بيجي بعدها جمله كامله، يعني فاعل وفعل ومفعول. يبقى البدال اللي قدامك دي انا بشيل اف احط مكانها البديل اللي بمعنى لو طبعا او في حاله يجي بعدها جمله كامله. زي اف علي بليز، والجزء الثاني زي ما هو، هشيل اف واحط اي واحده من الخمسه دول لان دي جمله كامله. او ان تلاقي ان كيس اوف وان ايفنت اوف يجي بعديها ناون او اي ان جي. يعني الجمله اللي عندك دي اقول ان كيس اوف بلاينج، والجزء الثاني من الجمله زي ما هو. يبقى ان ايفنت وان كيس جمله كامله، فاعل فعل مفعول. ان كيس اوف وان ايفنت اوف لا اما ناو لا اما اي ان جي، كل ده بدائل اف في حاله الاثبات. يعني الجمله بتاعتها ما ينفعش تكون فيها نفي. طب بدائل اف في حاله النفي وهي حاجه واحده بس وانت عارفها، اللي هي اف نوت بتساوي unless، بيجي بعدها جمله كامله بمعنى لو لم. وملحوظه جمله unless لا تحتوي على نوت. الجمله اللي فيها unless لا تحتوي على نوت لان نفي النفي بيساوي اثبات. طب ايه هي بدائل اف في حاله النفي اللي بيجي بعدها نون او اي ان جي؟ وهي without او but for بمعنى لو لم او في حاله عدم فعل هذا الشيء. ده كان بسرعه تكوينات اف.
حذف اف، بدائل اف اثبات ونفي يجي جمله كامله، بدائل اف اثبات ونفي يجي بعديها نون او اي ان جي. تعالى كده نحل بعض الامثله على قاعده اف. قلت لك امبارح عشان تحل اف في 3 خطوات: تحدد قاعده اف فين، تحدد هو عايز الجزء انهي جزء فيهم، هل الجزء اللي بعد اف ولا الجزء الثاني. بناء على الجزء الموجود انت بتختار الجزء الناقص زي ما هنشوف دلوقتي. خط تحت اف اي فيل، خط ادي اف اهي، وادي فيل مضارع بسيط فعل في المصدر، وادي always. يبقى عندي اف اي فيل ال اي اولويز اوتوماتيك، خلاص هي خلصتها لك. هي اولويز ويوجوال هي عادات متكرره في المضارع، فخلاص احنا عرفنا دي من اف السفريه اللي بتستخدم مع الحقائق والاختراعات والاكتشافات والابتكارات والعادات في المضارع. ايوه زي ما انت بتقول اف مضارع بسيط والجزء الثاني مضارع بسيط، لان اولويز بتعبر عن عادات شخصيه او عادات خاصه بالمضارع البسيط. يبقى ادي اف وانا عارف ان اي بتعمل معامله الجمع، زي ما عندي في الفعل في المصدر هتبقى عندي ستي برضه فعل في المصدر. يبقى اف اي فيل ال اي اولويز ستي هوم، لو انا اشعر ان انا مريض انا هكون في البيت. المثال الثاني اف خط تحت اف خط تحت want، ايوه زي ما انت بتقول كده اللي هي نفي ويل، يبقى دي قاعده اف تايب 1 اللي هي اف مضارع بسيط والجزء الثاني ويل والمصدر. ولان ات بتحب الفعل في المفرد، ات وهي وشي وات بيحب الفعل في المفرد، والفعل في المفرد بيحب الفعل اللي اخره اس، فالطبيعي انها تبقى rains. if it rains today، لو هي مطرت اليوم we want to go to the park، احنا مش هنقدر نخرج النهارده نروح الحديقه. يبقى مضارع بسيط will او want او may او كان زائد المصدر if طيب 1. if he were خط تحت if خط تحت were اوتوماتيك were ماضي بسيط، يبقى الجزء الثاني would والمصدر، فمن غير ما افكر هتبقى would take. انت بتحلها بسرعه. خط تحت if ادي حددتها، خط تحت الزمن الجمله الاولانيه اللي هو عندي اللي هو مديهولي فاداني وير، فانا عارف ان وير ماضي بسيط، يبقى الجزء الثاني وود ويل مصدر. تعال نشوف المثال الرابع. هي ا جود جوب، المره دي جايب لك اف في وسط الجمله برضه نفس القصه، خط تحت اف خط تحت هاد جود، يبقى انا عندي هاد والبي بي وعندي اف، يبقى يدينا على طول اف طيب سيري زي ما انت بتقول. بسهل لك ازاي تحل. انت لما علمت على اف وعلمت على هاد جود حددت ايوه التايب بتاع حاله اف اللي هي اف تايب 3 اللي هي هاد والبي بي، وود هاف والبي بي او وودنت هاف والبي بي طبقا لمعنى الجمله. فهو ا جود جوب ويل هاف مالناش علاقه بيها، جود مالناش علاقه بيها، وود جود او وود جيت ده اف تايب 2، يبقى هي اللي تفضل عندي وود هاف جوت من غير ما تترجم ومن غير ما تتعب نفسك. دي كانت بعض الامثله على اف 1 و2 و3 واف الصفريه بطريقه بسيطه. اللي انت تحدد لي قاعده اف فين، اللي انت تحدد لي زمن الجمله اللي هو مديهولي، وبناء على تحديد قاعده اف وبناء على تحديد زمن الجمله اللي هو مديهولي هتختار الجزء المتبقي بسهوله وببساطه حتى لو كان عندك صعوبه الى حد ما في ترجمه الجمله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.